سلام عليكم. أهلا وسهلا مولاي سيدنا العزيز، حياك الله. سيد بخير، صل على محمد وآل محمد. شيخ حسام، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يحفظكم إن شاء الله. حياك، بشرونا عنكم إن شاء الله بخير. الله يحفظكم يا سيدنا، بخير إن شاء الله. أنتم شلونكم؟ حياك الله، والله السيد بخير والأمور بخير. والله استفسار إن تسمحون لنا. تفضل تفضل سيدنا. هل ذكر الله أن للأئمة الخمس في أول الأنفال؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهل الخمس يكون لآل البيت؟ يعني ذكر الله ذلك في سورة الأنفال أن الأئمة الخمس؟ هو سيدنا بعد الأنفال قل لله الأنفال والرسول لآل البيت من ذرية رسول الله صلوات الله بس وسلامه. الآية ما فيهاش لآل من البيت. هذا البيت الآية ليس فيها من آل البيت، ولكن يدخل فيها كل ما للرسول لآل البيت صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما للرسول هو لآل البيت فيدخل كل الأنفال لله وللرسول، أيوة لآل البيت. هو طالما هو للرسول فهم من آل البيت. طيب. آل البيت من آل رسول الله. طيب هل الزوجة من آل البيت سماحة الشيخ؟ الزوجة؟ نعم الزوجة. لا، هسه احنا عندنا الآية القرآنية إنما يريد الله أن يطهركم أهل البيت ويتبع عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم شيخ تطهيرا. حسام، شيخ حسام، دي مش آية في القرآن الكريم. هل أنت تقرأ من كتاب فصل الخطاب؟ هذه ليست آية في القرآن الكريم. ممكن تقرأ الآية لنا تاني؟ ممكن تقرأ لنا الآية مرة أخرى؟ إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيوة، اقرأ الآية من الأول كده يا شيخ حسام. الآية في سورة الأحزاب. أنا آسف والله، نحن نتعلم منك. أنا موالي من مصر، ويعني أحبابنا نحن نتعلم منك. ممكن تقرأ لنا الآية من سورة الأحزاب تاني؟ ها؟ ممكن تقرأ لنا الآية من أولها في سورة الأحزاب؟ الآية بتبدأ بقول الله تبارك وتعالى إيش؟ بعد أنا ما حافظ أكون الله أطلع كتاب الله أحفظ لك الآية من البداية، لكن هاي الآية القرآنية عندنا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله. لا يا شيخ، هذه ليست آية. هذه ليست آية، هذه جزء من آية. الله سبحانه وتعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أول حاجة سمعت شيخ السيد كمال حيدري كان ليه كلام جميل قوي في الآية دي. بيقول لك إن الآية التي قبلها تتحدث عن نساء النبي، وهذه الآية تتحدث عن نساء النبي، والآية التي بعدها تتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سياق الآية، بس الدليل إجا. إحنا إذا تعارض الدليل وسياق الآية ناخذ بالدليل. الله بالله عليك يا شيخ، معلش، وأنا آسف والله إن أنا بخرج من الموضوع وأنا بتأسف. الله، أنا سبحان الله، أنا في إيدي الآن سورة المائدة الآية رقم 55. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سياق الآيات لا يكون هي نزلت في علي عليه السلام. ليه؟ لأن الآية الأولانية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فأمرنا الله بعدم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. إما نتخذ من يا رب أولياء؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صفاتهم الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكيف جعل الشيعة هذه الآية مع أن سياق الآيات لا يأتي على علي البتة ولا يظهر أنها تنزل في البتة؟ ما أنا بتكلم عن سياق الآيات. سلام عليكم سيدنا، احنا ها سياق الآية نعم. شيخ حسام، أنت قلت سيدنا سياق الآية إيش؟ شيخ حسام، خطأ، خلينا نجيبه تاني. سياق الآية هل فعلا تحدث عن علي رضي الله عنه؟ خلينا نجيب الشيخ حسام تاني. مش انت تقول سياق الآية تتغير في آية التطهير؟ فهي في آية التطهير فقط، وليس إنما يذهب عنكم، لأن الآية نزلت ابتداء في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وشملها علي وفاطمة والحسن والحسين. إيش رأيك؟ وليس هؤلاء إنما أداة لا يقصد بهم إن هؤلاء فقط هم آل البيت. لا يريد رد والله يا شيخ حسام. عموما ظهر الحق أيها الشيعة، فإياك أن يكون لك سياق الآية، فإن قال لك سياق الآية أتينا لك بما هو
ينسف قولك في سياق الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما نتخذ من يا رب؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يعني ربنا بيقول لهم لا تتخذوا لا تتخذوا اليهود والنصارى والمؤمنين أولياء. ليه؟ لا تتخذوا فقط الله ورسوله وعلي بن أبي طالب. هذا طعن في الله تبارك وتعالى. هذا أنتم جعلتم المؤمنين كاليهود والنصارى يا شيعة. صلى الله أن يهديهم يا رب وأن يأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. ده المعمم حسام ولا يريد الرد. هناخد اتصال تاني. الو. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. من معي؟ أنتم اتصلتم على من؟ أنت اتصلت علي. ثم أنت اتصلت علي. أنت تريد من؟ أنا أريد سيد حيدر. سيد حيدر معك. حياك الله. أهلا وسهلا بكم. حياك الله. تفضل سأل سؤالك. هل أنت سيد حيدر الموسوي؟ هم سيد حيدر هم بينادوا لي على الفيس، لما بيرد عليا بينادوا لي بالسيد حيدر. حياك الله. نعم. هل عرفتني؟ أنا أبو زينب. أبو زينب، أهلا وسهلا يا أبا زينب، مرحبا بك. بشرونا عنكم. الصحة بخير إن شاء الله. الحمد لله. لا نحن افتقدناكم يا رجال. حاولنا الاتصال عليكم كثيرا أمس وقبل أمس. أستاذ رامي، أنت أستاذ رامي وليس سيد حيدر. أفهم. من وين عرفتني يا أبو زينب؟ عرفتك وأنت اتصلت معي 3 حلقات. نعم. من أخبرك يا أبو زينب؟ يا أستاذ رامي أنا أحتب عليك. أبو زينب من أخبرك؟ بالله عليك، هل هذه من أخلاق القرآن التي أنت تريد أن تهدي بها الشيعة؟ مين قال لك أن تتصل على الناس وهم نيام في بيوتهم، فهم نيام في بيوتهم وإذا به بث مباشر تنظر إليه آلاف الناس؟ لا أنا لما فتحت كاميرا معاك أنك قد انتصرت على أبناء الشيعة. لا يا أبو زينب، لا هذا الكلام أنا أحتب عليك، أنت كلمتني بالأخوة وأنا أكلمك بالأخوة، يعني الأخوة الإنسانية، لأني أتمنى لك الخير يا أبو زينب والله. بس أنا لما اتصلت عليك يا أبو زينب، حينما اتصلت عليك وأنت فتحت لي الكاميرا، هل أنا عرضتك وأنت بالكاميرا يا أبو زينب؟ لم أعرض وجهك. هل أنا وضعت صورتك يا أبو زينب؟ إلى الآن لم أضع صورتك. فالاسم أبو زينب، وأنا حبيت أن أنت توضح الصورة للمستمع، لأن أنت معتدل وتتكلم بالمنهج الشيعي. لكن هل أنا وضعت صورتك وقلت هذا الاتصال على أبو زينب الذي يقول كذا وكذا؟ لم يحدث. لم أضع صورتك. يا أخي يا أستاذ رامي، الكلام هو ليس للمناقشة وللنشر، إنما كان كلام خاص بيني وبينك. لكن أنا إلى الآن يعني ما نشرت مثل هذا بصورتك يا أبو زينب كما أفعل أنا مع المعممين. يا أستاذ أنا من عوام الناس وليس من علماء الناس، وأنا قلت لك أتكلم بما مضمون الآيات، وأنا وأنت تباحثنا في آيات ونطلب التعلم ونطلب النقاش لنصل إلى مرحلة مهمة. أحسنت يا أبو زينب. إذن حينما تقول لي أني كنت أريد أن أبين أني انتصرت عليك، لو كنت أريد ذلك يا أبا زينب ما كنت قرأت عليك من القرآن الكريم آيات من القرآن الكريم ونتعلم سويا أنا وأنت القرآن الكريم. لو كنت أريد أن أنا أبين أن انتصرت عليك لقلت أنت جاهل لا تستطيع القراءة، أنتم لا تعلمون، لكنت سببتك وشتمت مثلا، وهذا ليس من أسلوب ولا من عادتي. لكني كنا نتعلم أنا وأنت ونتدارس القرآن الكريم لأننا أحببت لك الخير يا أبا زينب والله. يا أستاذ رامي، أنا دعوت لك وأنا احترمتك وقلت لك سأتواصل معك، ولكن لماذا أنا لم أدافع عن نفسي، أدافع عن بقية الأخوة الذين سيبك من المعممين اللي أنا بتصل عليهم يا أبو زينب، سيبك من المعممين اللي أنا بتصل عليهم. أكثرهم إنهم لا يعلمون أنك تبثهم على البث المباشر، إنما هذا الكلام بينهم وبين سيد حيدر اللي تدعي. وهل من الصحيح أن تنشر صورة شخص تتقمص صور صفحات وهمية؟ هل هذا من الدين؟ هل هذه أخلاق رسول الله
نعم هذه صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاق آل البيت عندكم يا أبا زينب. فقد ذكر جاء في كتاب النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب أن الإمام كان له أكثر من اسم، كان له مش عارف 100 اسم. فأنا قد أقول لك أني أقتدي بالمهدي. بل وعندك الزنديق الملعون ابن أبي الحديد شرح كتاب نهج البلاغة، هذا زنديق فاسق فاجر كافر مشرك، وكانوا يقولون أنه السني المعتزلي الذي كان يدخل وسط أهل السنة ليبث هذه السموم. وكثير كما نسمع القندوز الحنفي وفلان الفلاني وكانوا هؤلاء ليسوا بشيعة، ولكن حتى المفيد في كتاب الكنى والألقاب ذكر إن هذا الرجل ابن أبي الحديد المعتزل أنه كان من أكابر علماء الإمامية، ولكن كان بيدخل وسط أهل السنة حتى يضع ما يريد أن يعتقد. فأنا دخلت بهذا الاسم، يعني حاولت أن أعامل البعض بالمثل ده، فعلت هذه الصفحة كي أدعو المعممين وأبين لهم الحق يا أبا زينب. ووالله يا أبا زينب إني أتمنى لك الخير، وما زلت والله أتمنى لك الخير، وأنا أقولها أمام الملأ الآن وفي المباشر: أنت يا أبا زينب شخصية رأيت منك الاحترام، وأسأل الله أن يشرح صدري وصدرك للحق. حياك الله يا أخي. أنا لا أريد أن أسيء إليك يا عزيزي. نحن نحب، أنا قلت لك في اللقاء، قلت لك أن الله سبحانه وتعالى يقول في مضمون الآية: وبشر الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه. يستمعون القول فيتبعون. رسول الله صلى الله عليه وآله علمنا على الأخلاق. نعم، أنا أقول لك أقرأ بما مضمون الآية. أنا ليس بحافظ القرآن، إنما أنا أفهم ما يريده القرآن. ليس من المهم أن تكون حافظا للقرآن ولا تحمل أخلاق القرآن. سوف يكون القرآن حجة علينا يوم القيامة. طيب أبو زينب، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ليس يا أخي يا عزيزي. نعم فعلا ممكن السيستاني يقرأ القرآن وهو لا يعمل به. بس أنا عايز أقول لك، هل مارس الإمام علي سلام الله عليه التقية مع الخلفاء؟ التقية، نعم التقية موجودة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول بما مضمونه: التقية ديني ودين آبائي، في الكافي في المجلد الأول. وقال أيضا: لا دين لمن لا تقية له. طب أنا فعلت بقول الإمام جعفر الصادق وفعلت هذه الصفحة تقية. لا، أنا لم أقول لك لماذا، أقول لماذا تنشر كلام خاص. أنا أتصل فيك على هذا المازنجر، هو خاص، اتصلت بي خاص وكلمتك خاص. لا. هل استأذنت مني وطلبت مني أن أسمح لك بأن تنشر كلامي؟ هل طلبت مني ذلك؟ طيب أنا إلى الآن لم أنشر صورتك يا أبو زينب، ولم أنشر كلامك الآن في المقاطع التي أجزئها بعد البث. لم أنشر صورتك، بس خلينا من المظلومية. أنا رأيت في الحلقة، تابعت الحلقات ووجدت كلامي، جميع ما قلته هو ومنشور على اليوتيوب. وهل وجدت يا أبا زينب نعم، وهل وجدت يا أبا زينب في كلامك أني سببتك أو لعنتك أو استهزأت بك؟ ألم تجد أني كنت أدعو لك بالهداية وكنت أدعو لك بالتوفيق، وكنا نتدارس القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكنا نتدارس أنا وأنت القرآن ولم أسيء إليك. لماذا تسيء إلي يا أبا زينب؟ لماذا تعاملني هذه المعاملة الجافة يا أبا زينب؟ لماذا؟ أنا لم أسيء. أنظر إلى المتابعين عندما يسمعون هذا الضعف من هذا المتصل، هذا ليس عدل، ليس من العدل. لا، أنا قلت أبو زينب من العوام وليس من علماء الشيعة. أنا أقول أبو زينب من العوام وليس من علماء الشيعة، وأسأل الله أن يشرح صدري وصدرك للحق. كنا نتعلم القرآن يا أبا زينب، وهذه تقية كما أنت قلت الآن. الإمام استخدم التقية، فأنا أردت أن أقتدي بإمام جعفر الصادق حتى أصل إلى قلوب الشيعة وأدعوهم يا أبا زينب. لا بأس يا أخي، لا بأس. نحن علاقتنا طيبة مع أخواننا أبناء العامة، ونحن نتعايش مع أبناء الصابئة ومع المسيحيين، ونحافظ على هذا النسيج. بس برضه لابد أن أنا أدعوهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أبا زينب، قال في هذا الكتاب: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا إيه اللي يخليني أطلع بث مباشر وأسيب بيتي وأسيب دولتي
واسيب مكاني واطلع على البث المباشر واكلم الشيعة واحرد واجلس الساعة والساعتين واكثر واتحدث ولا انتظر شيء من احد، حتى ان انا مش فاتح الدعم على قناتي، يعني حتى مش فاتح الاعلانات الممولة على فلا انتظر شيء من احد ولا اريد شيء من احد. فتحنا هذه القناة لماذا؟ نحن نريد لكم الهداية يا ابا زينب، اقسم برب الكعبة نتمنى لكم الهداية ونتمنى لكم الجنة، وتعبنا كثيرا من اجل ان نأخذ بايديكم الى الهدى، ومن اجل تطبيق قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فنحن نريد أن نبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس التبليغ أي إمام معصوم اللي يبلغ، لا. هل التبليغ لابد أن إمام معصوم؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الكتاب يا أبا زينب، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون بتبليغ القرآن والحكمة أي السنة، ونحن أيضا فالتبليغ لا يلزم أن الذي يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون إمام معصوم. وأصحاب الأئمة عندكم بلغوا عن الأئمة المعصومين عندكم. هل أصحاب الأئمة معصومين؟ فنحن نريد نبلغ يا أبا زينب. تفضل. الأمر بالمعروف أستاذ رامي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط. ايه هي؟ يا اهو انت مش من العوام اهو، كلنا الشروط سماحة الشيخ آية الله العظمى أبا زينب. أنا ليس بشيخ، أنا من عوام الناس. نعم، ولكنك رجل عسل. الله يهديك ويشرح صدرك يا أبا زينب. إن شاء الله جعلنا الله وإياكم على الهداية، ويهدي إن شاء الله المتابعين الذين يسيئون إلينا. لا والله الذين الإخوة والله يا أبا زينب دعوا لك في البث المباشر، دعوا لك في هذا اليوم الذي تحدثنا، وتابع التعليقات البث المباشر يومها، ادخل على الفيديو واضغط على كلمة بث مباشر، والله كانوا يدعون لك بالهداية والتوفيق. نعم أحسنت أستاذ العزيز. أنا قلت ندعو إلى التعايش السلمي. ايه هي شروط بقى الامر بالمعروف والمحبة؟ ايه هي شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يا ابا زينب؟ اولا ان تحرص بانك قد تؤثر بالشخص الذي تأمره بالمعروف، بأن تحصل على نتيجة. اذا كان الشخص معاند ولا يستجيب فما الفائدة من نصحه؟ يعني انت معاند يا ابا زينب؟ انت معاند يا ابا زينب؟ انا ليس من المعاندين. اما لماذا تشكر لي هذا الشرط الان؟ انا ليس من المعاند. ليش؟ وعندما تأمر بالمعروف يجب أنت أن تكون من أهل المعروف والهداية. طيب يعني النبي صلى الله عليه، يعني الصحابة ما كانوش يأمروا بالمعروف، إذا جميل. لا، بما أنك تأمر بالمعروف لابد أن تكون من أهل المعروف. طب الله سبحانه وتعالى أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. إذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المعروف، إذ لو كانوا ليسوا من أهل المعروف لما أمرهم الله بتبليغ المعروف. أحسن. ليه تبغضون عائشة وحفصة ورملة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا زينب؟ أجب لو سمحت يا أبا زينب. أحسنت أستاذ، أحسنت. نحن نعمل ونقول بما تقول به الآية. الله في سورة التحريم الله سبحانه وتعالى ضرب للذين آمنوا. نعم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم التي أحصنت فرجها، وضرب الله مثل بالنساء سيئات اللي هي امرأة نوح عليه السلام. أيوة. وامرأة لوط. أيوة. ومين تاني؟ وهن نساء أنبياء. لا تعالى انت في دينك ربنا كان بيستخدم التقية في دي كمان. استغفر الله. تنسبون الى الله الخوف كمان. يعني مش كفايه نسبتم الى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبتم الى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما الله سبحانه وتعالى يقول هنا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم. لماذا لم يقل وامرأة محمد إن كانت امرأة محمد خائنة، ويقول أزواج أمهاتهم؟ فلو كانت امرأة محمد خائنة لماذا لم يذكرها هنا أيضا؟ ولا كان بيستخدم التقي؟ حتى الله تقول إنه كان خايف من عائشة عياذا بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خايف من عائشة ولم يطلقها ويموت بين سحرها ونحرها ويموت في غرفتها. حتى علي بن أبي طالب كان خايف من عائشة وأرجعها بعد معركة الجمل معززة مكرمة. اتق الله يا أبا زينب ولا تطعن في الله تبارك وتعالى.
مين اللي عندك؟ انت عندك خطاب؟ استاذ رامي، الميزان عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى، وليس القربى، وليس الزواج، وليس هذه زوجة نبي وهذه ليست زوجة نبي. إذا جميل. لماذا جعلتم آل البيت الميزان عندكم آل البيت؟ لمكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لا نأخذ الدين إلا من الأئمة المعصومين لمكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لا نأخذ القرآن الصحيح من الأئمة المعصومين إلا من الأئمة المعصومين لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم اللي جعلتم آل البيت. هذا عنصرية. أنا لو بدعو واحد الآن غير مسلم بدعو للإسلام هيقول لي عرفني من هو محمد. أقول له محمد هذا صلى الله عليه وسلم في دين الشيعة طبعا هتنزل، محمد هذا لا يقرب إلا أقاربه، ولا يأخذ الدين، لا نأخذ الدين إلا من أقاربه، وكان ينشر ويبلغ لأقاربه فقط. ما أنت عندك في باب في الكافي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأخذ الكتاب، أن النبي فسر القرآن لعلي بن أبي طالب، وأمرنا أن نأخذ التفسير من علي بن أبي طالب. طب ليه والنبي مأمور بتبليغ الأمة كلها؟ هيقول لك ده دين عنصري. لو انا بدعو نصراني يا ابو زينب هيقول لك دين عنصري. ابو زينب استاذ رامي، انا قلت لك في حلقه سابقه ان لا تتكلم معي بالسرعه، وانا اليوم اصبحت سريع معك في الكلام. انا اسف يا ابو زينب، انا اسف يا ابو زينب. انت حتى نستفيد بالهدوء، حتى نستفيد. استاذ العزيز، بس انا زعلان يا ابو زينب منك كثيرا. لماذا؟ لانك كنت تناديني بالسيد حيدر الموسوي، والآن تناديني بالأستاذ رامي. لماذا رفعت عني السيادة؟ هذا حقيقتك، أنت ليس بسيد. لا إنما السيد هو نسب رسول الله. لو وريتك شهادة الآن يا أبو زينب، لو وريتك شهادة الآن إن أنا من نسل الإمام علي، من نسل الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. طبعا الشهاده دي نطلعها بفلوس، يعني هي شهاده باطله، بس انا لمناظره الشيعه. ابو زينب انا سامع حد بجوارك. مين اللي بجوارك؟ انت عندك خطاب؟ لا هذا اخي الصغير. ممكن اسلم عليه؟ يا اخو ابو زينب، والله اني احب الخير لابي زينب، والله اني ارتاح في التحدث مع ابي زينب. صح يا أبا زينب؟ أستاذ رامي، نحن علاقتنا وأخوتنا طيبة مع أخواننا أهل السنة. طيب أبو زينب، ونتناقش بكلمات تريح القلوب، ولا نتنابز، والكلام إنما من صفات أعداء أهل البيت عليهم السلام، إنهم لا يستطيعون أن يسيئون إلى الأئمة، ولكن يسيئون إلى أتباعهم وشيعتهم. طب أبو زينب، أنت بتقلد من؟ نحن أخوة. انت بتقلد من يا ابو زينب؟ انت المره اللي فاتت ما قلتليش، قلت لي ثلاثه تخفيهم، ذهبك وذهبك ومذهبك. انت بتقلد من يا ابو زينب؟ انت بتقلد من بقى الان بما انك عرفتني؟ التقليد هو استاذ رامي، التقليد بينك ما بين الله. ليه يا ابو زينب؟ طب ما هو الخمس يبقى بينك وبين الله، وما تودهوش للمقلد اللي انت للمرجع اللي بتقلده. الخمس نعطيه للفقراء والمساكين. ابو زينب اخوك الان فتح اليوتيوب. لا الخمس يا ولد، يا ولد، الخمس بيروح للفقراء والمساكين؟ ده الخمس بيروح للمراجع والمعممين. المهم يا ابو زينب، انت الان اخوك فاتح البث المباشر؟ نعم. اخوك الان يراني بث مباشر؟ نعم، هذا اخوي هو طالب طب وليس رجل لا يفهم. لا انا لا اريد المناقشه الدينيه، لا اريد ان اكلمه، انما هو لا اريد ان اكلمه. انا فقط احببت ان انا اسلم. طالب علم. انا احببت ان اسلم عليه. انت الان تراني في البث المباشر؟ نعم اراك يا ابا زينب، انت في القلب يا ابا زينب، يا ابا زينب انت في القلب، يا ابا زينب انت ورده. انا احب لك الخير يا ابا زينب، والله والله يا ابا زينب، انا لست انا وانت اعداء. احنا اخوه، انا لا احب ان اسيء لك. ما انت اسأت لي يا ابو زينب من قليل، بس يلا. لا لم اسيء. انا يعني زعلت من هذه الطريقه، المفروض تخبرني وتقول انت على البث المباشر. ما انا ما كنت يعني ما كنت ناوي ان انا يصل الامر الى هذا الحد. انا كنا نقرا قران. هل تتذكر يا ابا زينب حينما قرانا وقلت لك صوتك جميل، وقلت لك قراءه الفاتحه جميله؟ هيا بنا نقرا سوره الفاتحه يا ابا زينب، هيا.
أنا لا أنكر ذلك، وأنا أحببت هذه الملاحظة. يلا هيا بنا نقرأ سورة الفاتحة أنا وأنت وأخوك. يلا نطرد الشيطان ونقرأ الفاتحة سويا. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله إن يحضرون. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه ليست الفاتحة. نقرأ الفاتحة نعم. يعني بس في البداية هذه بدعة، لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم قبل قراءة الفاتحة. وهل الصلاة على محمد وآل محمد بدعة؟ يعني هل يجوز وأنا أصلي الآن صلاة المغرب أقول الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم افتح بيننا وبين ينفع؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أستاذ رامي، نحن نبدأ أعمالنا يا أستاذ بالأول عندما نفتتح المحاضرة أو الكلام نبدأ بالبسملة والاستعاذة والصلاة على محمد وآل محمد. طيب اقرأ يا أبا زينب يلا. لأن الصلاة على محمد وآل محمد لا ترد وبها يستجاب الدعاء. على فكرة يا أبا زينب من أكثر الناس الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل السنة. اقرأ يلا سورة الفاتحة. يلا هيا بنا نقرأ يا أبا زينب. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. حياك أبو سيد حسبك. احنا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، نخطفها سريعا. إياك نعبد إياك نعم تفضل. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميل يا أبا زينب. صراط الذين أنعمت، لا نضغط على الميم، نقولها مباشرة لأن ليس عليها شدة. صراط الذين أنعمت عليهم عليهم أيضا هكذا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو تستطيع أنك تمدها أكثر مما مددتها الآن فيكون أفضل. يبقى تبدأ من عند غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا. أحسنت. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتم يا أبا زينب بارك الله فيكم. هل عندكم مصحف تحب أن نقرأ شيء آخر؟ أحسنت. نفتح المصحف نقرأ أنا وأنت. نعم. تعال نقرأ قصار السور حتى نصحح قراءتنا يا أبا زينب. هيا بنا نفتح المصحف ونقرأ أنا وأنت. أحسنت. من سورة صفحة 603. نعم. من أول قل يا أيها الكافرون. إيش رأيك؟ 603 نعم. سورة الكافرون والنصر نعم. والمسد. يلا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قاعد ولا أنا. حسبك يا أبا زينب. ولا أنتم إيه؟ نعم. ولا أنتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا يا أبا زينب الباء مكسورة. عابدون. لا عابدون. يلا.
نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. أحسنت. ولا أنا عابد ما عبدتم. لا يا أبا زينب، الألف لا نعم. تنطق. ولا أنا شوف الفتحة اللي على النون، هذه الفتحة. ولا أنا عابد ما عبدتم، مش ولا أنا عابد. لا، حاول نعم. تقلل نعم. في الألف قليلا. أحسنت. ولا أنا عابد ما عبدتم. لا يا أبا زينب، حاول تقلل في الألف أقل من ذلك. ولا أنا عابد. نعم. خذها اخطفها سريعا. ولا أنا عابد. نعم. ولا أنا عابد ما عبدتم. إن شاء الله نعيدها مع بعض إن شاء الله. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد لا تنطق الألف. ولا أنا عابد. ولا أنا عابد ما عبدتم. نعم، أكمل. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. أحسنتم يا أبا زينب. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يدخلون في دين لا يعني لا تشدد في الله. يدخلون في دين الله أفواجا، هكذا. يدخلون في دين الله أفواجا. أحسنت. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا تقلقل الغاء، مش مهم. الغين. سورة المسد. نعم. ماذا؟ سورة المسد. المسد. نعم. تبت يد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. لا ما أبا زينب أغنى. بالمناسبة هذا الخطأ يخطئ فيه ليس الشيعة فحسب، بل وكثير من عوام أهل السنة والجماعة يخطئون في قراءة سورة المسد. الباء هذه عليها إيه يا أبا زينب؟ انظر إلى الباء، عليها ماذا؟ أنت المصحف أمامك؟ نعم. الباء عليها إيه؟ شدة وفتحة، رأيتها؟ نعم في وتب. فنقول إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. مش ودب. مش وتب. نعم. مش وتب. نعم. لا وتب. يلا. نعم. قلقلة. مش قلقلة. تبت يدا أبي لهب وتب. لا مش قلقلة، وتب. تضغط عليها كذا. تبت يدا أبي لهب وتب. لا وتب. تقف عليها قليلا. نعم. ثم تخرج منها. يلا. أحسنت. تبت يدا أبي لهب وتب. أحسنت. ما أغنى عنه ماله وما كسب. لا انظر إليها يا أبا زينب، ليست ماله، انظر إليها. نعم. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعم يا أبا زينب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ليست وامرأته، انظر إليها. وامرأته لا يا أبا زينب، وامرأته. نعم. وامرأته لا الألف لا ينطق يا أبا زينب، الألف لا ينطق. نعم. وامرأته حمالة الحطب. بص ركز معي يا أبا زينب. وإيه لا. نعم. الألف لا ينطق، أكن الألف ليس موجود. نعم. وامرأته. نعم. مش وأم. نعم. وامرأته. وامرأته حمالة الحطب. أحسنت، ولكن خليها بقى وامرأته مش ته. وامرأته. وامرأته حمالة الحطب. أكمل.
في جيدها حبل من مسد. أحسنت ما شاء الله، أنت في الغنى جميل وفي الإدغام جميل يا أبا زينب. ما رأيك كل يوم نقرأ أنا وأنت 3 سور أو سورتين أو سورة واحدة؟ جميل جميل من قصار جميل. نعم السور، من نعم. قصار السور وليس من صغار السور. فبعض الأخطاء التي تقال في المصحف يقول أنا أقرأ الآن سورة صغيرة، القرآن كله عظيم وكبير، ولكن نقول من قصار السور. أحسنت، ملاحظة جيدة. وأنا أطلب منك أن لا تذكر يعني مثلا تقول نحن كذا الشيعة كذا والسنة كذا، فنحن مسلمون. نعم نحن إخوة، فلنتفق على أننا مسلمون. نعم فعلا، يعني أنا وأنت إن شاء الله نكون إخوة في الإسلام بإذن الله قريبا، لكن المراجع دول خلينا بعيد عنهم لأننا في قلب. أنت الآن أخي في الإسلام، أنت الآن نحن جميع المسلمين هم إخوتنا ما لم يثبت عداءهم لرسول الله صلى الله عليه وآله ولآل بيته. فعندما يكون النصب والعداء لأهل البيت يكون ذلك الكلام يعني يا أبا زينب مخل ذلك في أبا زينب، من قدم أبا بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين فهو ناصبي في معتقد الإمامية الاثني عشرية. وأنت رأيت الكتب الذي عندي وعرضت أكثر من مرة هذا الكلام. الذي يقدم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على علي بن أبي طالب فهو عندكم ناصبي. لكن إن شاء الله بإذن الله بما أنك لا تعلم مثل هذا إن شاء الله الله يهدينا ويشرح صدري وصدرك للحق يا رب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا سعيد بالتواصل معك يا أبا زينب، بالله سلم لي على أخيك كثيرا. إن شاء الله إن شاء الله. عليكم السلام. بما أنك قرأت معي القرآن وأنا ويعني تدارسنا آيات القرآن، فأنا سوف أعذرك على هذه وأبرئتك الذمة لما نشرته من مقاطع لي. شكرا لك يا أبا زينب، ونسأل الله أن يهدينا وإياك. وأنا أدعو لك ولجميع أخوتنا وللأخوة المعلقين، أدعو لهم إن شاء الله بالهداية وبالإيمان. وهذا شهر شعبان شهر مبارك، وهو شهر تتشعب فيه. في هذا الشهر الله سبحانه وتعالى هناك روايات تتشعب في هذا الشهر. يقول إن عندنا رواية يقول في هذا الشهر إن شجرة طوبى تتشعب. نعم تمد أغصانها. فأي إنسان يعمل في هذا الشهر عمل سيء، أنا أختصر لك، يعمل عمل سيء يتعلق في غصن من أغصان شجرة الزقوم. وأي إنسان يعمل عمل صالح يتعلق في غصن من أغصان شجرة طوبى. جبت الكلام ده منين يا أبو زينب؟ لا احنا شهر شعبان من فضائل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر الشهور التي كان يصومها شعبان، وافضل الصيام يعني ان كان بعد رمضان شهر الحرام وشهر شعبان. استاذ رامي، هذا الكلام موجود في اعمال شهر شعبان في كتاب مفاتيح الجنان، تجده هذا الكلام طويل. لا انا عندي كتاب مفاتيح الجنان اهو، خليني تسمح لي اجيبه؟ خلينا اجيبه. احضر الان. طب خليك. الشيخ عباس القمي. ما عندي يا ابو زينب الشيخ عباس القمي مفاتيح نعم. الجنان. يا ابو زينب، بس ايش رايك يا ابو زينب في ايه رايك ما تندهلي بسيد حيدر يا ابو زينب؟ ولا على راحتك خلاص؟ اسميك سيد حيدر لو تحب، يعني ما تحبش خلاص. اقول الكتاب. لا انت الكتاب معايا اهو يا ابو زينب، في نذر اعمال الليل والنهار، في ذكر صلوات مسنونة، في دعوات منتخبة من كتاب الكافي، في أحراز ودعوات موجزة، حرز الإمام موسى وحرز فاطمة وحرز الإمام زين العابدين. أنت حافظ حرز الإمام علي؟ أيكنوش عطنطنيطة حيا متردون فرلسلون هذا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأجل يسوم بالاسم المخصور على هيئة طرعون برعون. هذا موجود في كتاب بحار الأنوار، إن شاء الله بعمل عنه حلقة. نعم. حرز مولانا أمير المؤمنين. مش عارف سيدنا علي ما كانش ساحر. أنا أعرف من الأدعية من دعاء كميل للإمام علي عليه السلام. نعم. كمية أو أم لم يقابل الإمام في الزيارات وتحتوي على مقدمة. في شهر شعبان أهو،
في شهر شعبان. نعم. الفصل في فضل شهر رجب في شهر شعبان، صفحة 194. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أقرأ عليك يا أبا زينب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. 194 93 94. اعلم أن شهر شعبان، والله فعلا يا مطرطون والحاجات دي طلاس، أن شهر شعبان شهر شريف، هو منسوب إلى رسول الله. منسوب، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه شعبان، منسوب ويصلي صيامه بشهر رمضان ويصل صيامه شهر رمضان، وكان يقول شعبان شهري. ماشي. يا أصحابي أتدرون ما هذا؟ النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابي أتدرون ما هذا الشهر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا أصحابي. إيه ده؟ مين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول يا أصحابي أتدرون ما هذا الشهر؟ ليه ما قالش يا آل بيتي؟ ماذا؟ يا أصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أصحابي أتدرون ما هذا الشهر؟ نعم. إن يستغفر كل يوم، أن يتصدق في هذا الشهر ولو بنصف تمرة عن الصادق، أن يقول في شعبان 1000 مرة لا إله إلا الله، أن يصلي في كل خميس من شعبان ركعتين، يقرأ في كل ركعة الفاتحة وقل والله أحد 100 مرة. إيه ده يا أبا زينب؟ هتصلي في ركعتين وكل ركعة تقرأ فيها الفاتحة 100 مرة؟ النبي ما عملش كده. والإكثار في هذا الشهر من الصلاة على محمد وآل محمد. طب ما احنا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار. أن يصلي عند كل زوال من أيام شعبان وفي ليلة النصف منه بهذه الصلوات المروية عن السجاد: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت النبي والوحي وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها. هذه الصلاة. أن يقرأ هذه المناجاة رواها ابن خلويه. مناجاة أبو زينب معايا؟ نعم أسمعك. أعمال شعبان الخاصة بقى، قال لك أعمال شعبان الخاصة وردت في صلوات مذكورة أن من صام أول يوم شعبان وجبت له الجنة البتة. قال من قد ورد في تفسير الإمام رواية بفضل شعبان: نور الله مرقده النور. بيقول وشيخنا ثقة الإسلام النوري، شيخنا المرزا النوري بيقول شيخنا ثقة الإسلام. ده زنديق كافر يا أبو زينب. الراجل ده ألف الكتاب اللي في إيدي ده فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. النوري يا أبو زينب صاحب كتاب فصل الخطاب بيقول نور الله مرقده. إيش هذا يا أبو زينب؟ بيقول وشيخنا ثقة الإسلام النوري، ثقة الإسلام اللي ألف كتاب فصل الخطابي في إثبات تحريف كتاب رب الأرواح اللي بيقول القرآن فيه آيات سخيفة. ثقة الإسلام يا أبو زينب. يلا إن شاء الله يظهر لنا ولك الحق يا أبو زينب. ما كان من أول جيش الكفر فاث والكفار عليه ليلا وكانت ليلة ظلماء وبتاع اليوم السبت هو يوم مبارك، اليوم الرابع في شعبان يوم كذا، واليوم ليلة النصف من شعبان وهي ليلة بالغة الشرف، إحياؤها بالصلاة والدعاء. روى شيخ إسماعيل. كله بدعة يا أبو زينب، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقرأ الصلوات التي يدعى بها عند الصلاة، أن يذكر الله بكل حال. إذا صليت العشاء فصلي ركعتين تقرأ فيها الحمد وسورة الجحد وهي سورة الكافرون. 11 قال الطوسي والكفعمي يقال في هذه الليلة تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فصلي ومعروف ثم عفر خديه في التراب وقال عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك. معايا يا أبو زينب؟ نعم. فلما هم رسول الله بالانصراف فهرولت الى فراشها واتى النبي. الرابع ان يصلي صلاه جعفر كما رواها. 5 ان ياتي ما ورد في هذه الليله: اني اليك فقير ومن عذابك خائف مستشير. اعمال ما بك في هذا الشهر: من صام 3 ايام في اخر الشهر. وبعدين خلوص. حياك الله يا ابا زينب. ان شاء الله باذن الله يكون لنا موعد غدا، وان شاء الله نتقابل انا وانت. وزي ما قلت لك حاول ان تحكم القران الكريم يا ابا زينب. ان شاء الله نحكم القرآن، ولكن لا نسمح بالإساءة إلى المسلمين. مين المسلمين؟ ما المسلمين الشيعة اللي هم بيعتقدوا بإيه يا أبا زينب؟ الذين يعتقدون بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبإمامة الأئمة من بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله، ويعتقدون بالقرآن والمعاد. طب انا ايه رايك الان؟ انا جبت لك كتاب اسمه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب.
يعتقد هذا الرجل بأن القرآن الذي بين أيدينا ناقص ومحرف. ما رأيك؟ نحن قرآننا ما الواحد. بسألكش عن رأيك في القرآن. شفت يا أبا زينب، نعم. ده اللي بيزعلني منك يا أبا زينب، بيزعلني من إخواننا في الإنسانية الشيعة. أنا لم أسألك عن رأيك في القرآن، أنا سألتك عن من قال بأن القرآن عياذا بالله به آيات سخيفة، استغفر الله، كهذا الزنديق، وقال إن القرآن حذف منه آيات كثيرة. سلام عليكم. وعليكم السلام. رأيك في ماذا يا أبا زينب؟ انتصر للقرآن، انتصر لكلام ربك، انتصر لهذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيك يا أبا زينب. كل من قال بتحريف القرآن وأن القرآن الذي في أيدينا الآن ليس بصحيح فهذا ضال مشرك يا أبا زينب. أنا لا الاختلاف في هذه الآراء وفي هذه الروايات موجودة عند كتب أهل السنة وعند كتب الشيعة. طيب من من أهل السنة من أهل السنة قال أن القرآن الذي في أيدينا محرف؟ من من أهل السنة قال أن هذا القرآن محرف يا أبا زينب؟ منهم نحن من أهل السنة قال القرآن اللي في أيدينا ده، قال يا جماعة القرآن ده محرف وليس بصحيح. من أهل السنة يقول ذلك؟ شكرا لك يا أبا زينب، أنا لا أريد أن أنا أثقل عليك. إن شاء الله اعمل بما استمعت من القرآن الكريم. أحسنت. ونسأل الله أن يوفقك ويكون لنا تواصل غدا. هل تحب أن توجه كلمة للذين يستمعون إليك الآن؟ أوجه لهم، أدعو لهم بالهداية والإيمان إن شاء الله. الإيمان ماذا؟ الإيمان ماذا يا أبا زينب؟ لأن الإيمان عندكم هو الإقرار بولاية الأئمة الاثني عشر، فهذا الذي تقصده؟ عدم الإساءة إلى أي متصل وأي إنسان. علمنا علي بن أبي طالب إن الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. بس هذا لا يفعل به مراجع الشيعة الذين قالوا اتفقت الإمامية على كفر من أنكر إمامة أحد الأئمة وأنكر ما أوجبه له الله من حق الطاعة يا أبا زينب، أليس كذلك؟ شقلب يا ابن السورة. بس لا نقبل بالإساءة إلى أي إنسان. لا تقبل الإساءة لأي إنسان؟ نعم، لا نقبل بالإساءة والاستهزاء في أديان الناس. شكرا يا أبو زينب. وأنا أسأل الله يا أبو زينب أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا عليك فتضل. شكرا لك يا أبو زينب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عرفني نفسك، فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، وإن لم تعرفني نبيك لم أعرف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين. خلصت يا أبا زينب؟ هذا في امان الله. مع السلامة. شكرا لك يا أبا زينب، سعدنا بسماع صوتك. مع السلامة. أنا أقول للشيعي اللي راح وقال لأبو زينب رامي عيسى بيتصل عليك مباشر، هل أنت بذلك ظننت أنك انتصرت وأننا لن نتصل عليه؟ سنتصل عليه وسيرد علينا، وهو اتصل علينا، وسندعوه إلى الحق ويخبرنا بالشبهات التي عنده ونستمع إليه، وسنعلمه القرآن ونعلم المستمع سواء سني أو شيعي كيفية قراءة القرآن بطريقة صحيحة. فأنت بذلك لم تنتصر. واسم حيدر المساوي اللي انتم فرحانين بيه، اللي انتم بلغتوا المعممين أن لا يردوا علينا الآن، فأنا إن شاء الله أتصل عليهم بإذن الله. هغير هذا الاسم، يعني هذا الاسم سأقوم بتغييره إن شاء الله. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. مصطفى الموسوي، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بشرون عنكم. أهلا وسهلا. الله يحفظكم. عذرا من جنابكم. أنا حياك الله. أنا موالي من مصر. أهلا وسهلا بك حبيبي. حياك الله. وأنا موالي ومعك على الصفحة. أهلا وسهلا حبيبي. أهلا وسهلا بك. حياك الله. أنا فتحت لك الكاميرا، تراني الآن. سلام عليكم سيد مصطفى. عذرا أنا طالع. عذرا أنا ما أقدر أفتح الكاميرا. عذرا. طيب مش مهم، أنت شايفني الآن حتى تتأكد إن أنا موالي. حياك الله.
نعم نعم، اهلا وسهلا بك، تفضل. حياك الله. سيد مصطفى، يعني لماذا اختفى الإمام؟ ما سبب اختفاء الإمام؟ نعم، ما سبب اختفاء الإمام؟ اخو في الكنترول. ما سبب؟ مهند، سبب نعم، اختفاء الإمام. تمام. شنو الموضوع؟ انت ليش يعني خابرتني وتفتح وياي هذا الموضوع؟ والله يعني انت مو تقول اني موالي؟ تقول اني موالي، المفروض تعرف ليش اختفى الامام. ما هو اذا ما تعرف فانت مو موالي. طب عرفنا عشان يزيد إيماني بالموالاة. ما أنت الإسماعيلية وقفوا عند الإمام ابن جعفر الصادق هم موالين، الفاطميين موالين، كل هؤلاء ليسوا 12 والفطحية ليسوا 12 والزيدية ليسوا 12. فأنا أحببت أن أنا أعرف منك فقط يعني لماذا أنا موالي. حبيبي، انت بدأت بكذبة. انت بدأت بكذبة. هذه تقية. لا أستطيع. انت بدأت بكذبة وانا لا استطيع ان اتكلم معك هذه. طيب بما أنك لا تستطيع هذه المكالمة، هل تسمح لنا بنشرها أم لا؟ طبعا لا حبيبي. طب ليه؟ إذا كنت لا توافق بنشرها ولا يسمح لك انك تكلم واحد كذاب زي ما انت تقول، خلاص سيب الكذاب ينشر المكالمة. عموما يا مصطفى الآن أنت على بث مباشر، والله أنت على بث مباشر الآن يسمعك المئات، فتفضل تكلم دون سب أو طعن وكل ما تريد ونحن نستمع إليك. تفضل. حبيبي احنا ما نسب ولا نطعن حبيبي، لا نسب ولا نطعن. امال البراءة؟ انت بدأت بكذب حبيبي. انت بدأت بكذبة وانا الان مو بموضوع يعني انت عرفت شنو ظرفي اني هسه، اني بمكان ما يسمح لي انه اتكلم وياك. خلاص عموما اريدك يا مصطفى ان تفكر، لان عقيدة المهدي هذه عقيدة خرافية. اجدادك كانوا يقولون اللهم عجل لوليك الحجة. حبيبي الله يشرح صدرك بالحق. انت بديت بكذبة. خلاص بقى يا مصطفى، ما انت قلتها حوالي 67 مرة، انت بديت بكذبة. خلاص سيب دي بقى، عفك من هذه الآن. انا بكلمك بس المصلحة عليك والله انك تترك عقيدة الاختفاء بتاعة المهدي هذه. حبيبي ما اكمل وياك وانت بديت بكذبة. انا هقولها مكانك، انت بديت بكذبة. انا قلتها مكانك هو مرتين. انت بقى اجيبني يا مصطفى بالله عليك. يعني ما سبب اختفاء الامام؟ شنو راح تستفاد اذا جاوبتك؟ هيبان الحق يا مصطفى للمستمع، سواء مستمع سني أو مستمع شيعي. الله يشرح صدري وصدرك للحق. هذه العقيدة يا مصطفى عقيدة مخالفة للقرآن الكريم. وين أجد إمامك المهدي المختفي دوت ولولا لسخت الأرض، وأجدادك كانوا يقولون اللهم عجل. هذه حبيبي هذه عقيدتي، هذا إمامي. أنت ايش قلت وين ألقى إمامك؟ هذا إمامي، أنا مؤمن به. أنا ما مجبور إنه أشرح لك، تريد روح اسأل بكتبكم، وروح دور بكتبكم، راح تلقى إمامنا. دورت والله ما لقيتهوش. روح دور بصحائفكم. ده أنا دورت في كتبكم برضه ما لقيتهوش. دورت وما عيب الضحكة دي يا مصطفى. عيب يا مصطفى، أنت بتقول مساوي. الضحكة دي يعني ممكن في كازينو تتحكى ولا حاجة، لكن مساوي يعني من آل البيت إزاي تتحكى كده؟ عيب يا مصطفى. المهم بس أنا خلينا في القرآن، لا كتبي ولا كتبك. وين أجد في القرآن؟ ايه يا مصطفى عيب ايه يا مصطفى عيب انت بتعمل ايه؟ عيب يا مصطفى، اختيش يا مصطفى عيب. انت بتعمل ايه؟ بس انا عايز انا اسال سؤال. تتفضل سأل. انا اسال سؤال. تفضل. هل عدم وجود الامام المهدي في القرآن هذا دليل على ان غيابه او ان امامته كاذبة؟ هذا سؤال. طيب أجيبك يا مصطفى، بس في مصيبة معنا الآن يا مصطفى. هو هل أن الإمام المهدي ليس موجود في القرآن الكريم هذا دليل على كذبة؟ هل أن الأئمة الاثني عشر ليسوا موجودين في القرآن الكريم هذا دليل على أنهم ليسوا موجودين؟ هل أن العصمة ليست موجودة في القرآن الكريم؟ هل أن الرجعة ليست موجودة في القرآن الكريم؟ هل أن التقية ليست موجودة في القرآن الكريم؟ هل أن تقليد المراجع ليس موجود في القرآن الكريم؟ هل أن خمس المكاسب ليس موجود في القرآن الكريم؟ هو ليه كل عقائدكم كده مش موجودة في القرآن الكريم يا مصطفى؟ فكر بالله عليك، والله أتمنى لك النجاة، أتمنى لك الخير. انت هذا انت حافظهن بابا، هشبيك انا قاعد احكي وياك حكي جاوب. انا مش حافظ وانا مش بسمع عليك يا مصطفى. انا عايز ابين لك ان كل عقائد الشيعة هداهم الله الى نور التوحيد ليست موجودة في القرآن الكريم. وما تفعلونه بالائمة وتوسلكم، انتم لماذا تعبدون آل البيت يا مصطفى؟ حبيبي لا اله الا الله.
حاشا لله أن نعبد غير الله. ما أنتم صرفتم العبادة لآل البيت من السجود فأنتم تسجدون عند قبور الحسين، حتى لو أنت قلت لي ما بتفعلش ذلك أقره كثير من المراجع. هذا كذب وتدليس. لا 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 لا، في شرح أعمال الزيارة بيقول لك ثم تنكب على القبر وتقول يا مولاي أتيتك مستجيرا فأجرني وأتيتك خائفا فأمني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. هذا كذب، هذا كذب. ورب الكعبة موجود في كتبك. أنت كذب، هسه أنت كذاب، هاي للمرة الثانية أنت كذاب. ورب الكعبة موجود في كتبك. اسمع حبيبي، اسمع حبيبي، اسمع حبيبي، اسمع. أنت إذا تجاوبني بإيه نعم أو لا. استنى لا انت قلت لي كذبت. الكتاب عندي اهو في بحار الانوار، اهو بحار الانوار في المجلد 99 صفحه 24 قال لك بتقول السلام عليكم السلام عليكم ثم تنكب على القبر. اقرا لك الان الكلام كله اللي انت بتقول ان انا كذبت الان. طب راح اسد اذا ما سمعت اسده. اتفضل. اسمع، اذا ما سمعت اسده. اسمع، كم بالروايات عندكم عدد الانبياء؟ انا مالي ومال عدد الانبياء، خليك معايا بس عشان انا بطلعها من الروايه. وارزقنا وقيتني سؤال اخي، انا اسال سؤال باوع، اما تعرف تناقش اما تعرف تجاوب او اسده. احكي مثل ما سالت، انا قاعد اسال كم عدد الانبياء؟ على اقل الروايات تقول 124,000 نبي، صح لو غلط؟ وتقول السلام عليكم. كلامي بربط معاك ماشي. السلام عليك يا ابن الطاهرين. كلامي بربط. السلام عليك استودعك الله. نعم اكمل. اسمع جاوب. كم نبي على الروايات في الله سبحانه وتعالى بعثهم للهدايه؟ كم نبي؟ انت قلت كام؟ على اقل الروايات 124,000 نبي. طيب جميل. الله سبحانه وتعالى بعث، صح لو لا؟ نعم. بس معلش يا مصطفى، بس انا طلعتها اهو. ثم تنكب على القبر وتقول وليك يا مولاي يا امير المؤمنين بك عائذ وبحربك. معايا؟ اسمع احكي. اسمع 124,000 نبي رب العالمين أرسلهم لهداية البشرية، وهذا الرقم على أقل الروايات، لأن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم الواحد 70 نبيا. اسمع، كانوا يقتلوا 70 نبي في كل يوم. اسمع 124,000 نبي، ليش ما ذكروا كلهم بالقرآن؟ فقط الرسول محمد وصلى الله عليه وآله والنبي يونس والنبي موسى فقط، ويعني قد يكون 20 نبي مذكور، قد يكون 20 نبي. فرق جدا كبير عن 124,000 نبي. وين 124 نبي من القرآن؟ هل هم كاذبون وما ذكرهم القرآن؟ طيب أرد عليك على الشبهة دي. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنبياء في كتابه الكريم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإن كان الأنبياء لم يذكروا في بقية الأنبياء لم يذكروا في القرآن الكريم، لكن ذكر لنا إبراهيم، موسى، عيسى، إدريس، سليمان، يعقوب، داوود، نوح، إدريس، كثير من أنبيائه الذين ذكروا في القرآن الكريم. لماذا مع أن الأئمة أعلى مرتبة من هؤلاء الأنبياء والإمامة أعلى مرتبة من النبوة، فلماذا لم يذكر لنا في كتاب الله تبارك وتعالى اسم واحد من أسماء الأئمة الاثني عشر وذكر من هم أدنى منهم منزلة؟ ثم لماذا الله سبحانه وتعالى كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بالمرتبة الأدنى دون المرتبة الأعلى؟ يا رسول، يا أيها النبي محمد. لماذا ولا مرة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي وهكذا، ولا آية في القرآن الكريم يا أيها الإمام؟ ولماذا لم يذكر الأئمة؟ تفضل يا مصطفى. سكر جبان، هذا معتقد هؤلاء. سكر، ده شكله عمل حظر. يخرب بيتك يا مصطفى، ده عمل حظر. كاتب اسمه كده مصطفى الموسوي. مصطفى الموسوي. هذه هي عقيدة التشيع. يجيبك موضوع تاني خالص. شفت كان كلام عن مهدي، جابنا موضوع تاني خالص عن مين؟ عن الأنبياء. وبعدين قال لي أنت كذبت، والرواية هي الشيعي. الرواية الشيعي بيقول لك أعوذ بالله نحن لا نقول ذلك، نحن لا نقول، يعني لا يعلمون ما في كتبهم. ذكر شيخ الطائفة الطوسي في وصفه لأعمال زيارة الجمعة قال ثم تنقب على القبر وتقول مولاي إمامي مظلوم استعد على ظالمه. وأيضا قال ثم تنكب على القبر وتقول يا مولاي أتيتك مستجيرا فأجرني، أتيتك خائفا فأمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني، بحقك جاءك مستجيرا بذمتك يا مولاي، أتيتك خائفا فأمني وأتيتك مستجيرا فأجرني. لا،
وأتيتك مستجيرا فأجرني. ويجي في الآخر يقول لك إيه؟ يقول لك لا هذا ليس عندنا. ده مصطفى سيد من آل البيت. أوه يا مصطفى، يا الله. سلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اخفض صوتك. حياكم الله. زمن حسين القربلائي. الله بالي نعم. بشرونا عن صحتكم. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله بخير سيدنا، الله يحفظكم. حياك الله سيدي بخير. والله أحببت أن أخبرك في أمر إن كان وقتك يسمح. بالخدمة سيدنا. صوت مرتفع جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فأين أجد في القرآن يا علي إنا جعلناك خليفة في الأرض؟ ما موجودة. طب أين أجد في القرآن يا محمد بن الحسن العسكري إنا جعلناك خليفة في الأرض؟ بهذا النص أيضا ما موجود. طب هل يوجد نص واضح محكم بين عن الأئمة الاثني عشر؟ نعم. واضح بين محكم يفهمه القاصي والداني؟ القرآن؟ ما أنا بقول لك نص من القرآن. والحديث، ماذا عن الحديث؟ ننتهي من القرآن أولا وتقر وتعترف أنه لا يوجد نص من القرآن. لا ممتاز. إذا لا يوجد نص من القرآن. أنت عربي، عيب عليك أن تكذب فتدعي أنك سيد وأنني أتذكرك أو لي علاقة معك سابقا، هذا عيب. ثانيا يكفيني ما ذكره أصحابك من المفسرين في آية كمال الدين ومصادر حديث الثقلين. طيب نتحدث أنا وأنت فيها. نتحدث أنا وأنت فيها. ماذا لديك عن عمر بن الخطاب لعنة الله عليه؟ لا هقول لك لعنة الله على نرجس، ممكن أقول لك لعنة الله على وليد على أبوك، فأنت احترم وأنت مفكر ما تسيب سيدنا عمر هقول لك شكرا أحسنتم واقعا وقائما واقعا. ما احنا ممكن نهينك ونهين دينك، بس احنا لا نريد أن نرد الإساءة. هرب الجبان ينصر دينه بسب عمر رضي الله عنه. كنت هقوم اجيب له الكتاب عن اكمال الدين، آية اكمال الدين، ينصر دينه بسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء زنادقة. خلينا نجيب صورته مسمي نفسه زمن حسين القربلائي. جبان معمم جبان لا يعلم الا الكذب والدجل، ويخشى ان يخبر بعقيدته، فلا بد اهو ده من اتباع السيستاني. من تقولون ان السيستاني لا يسب والسيستاني لا يلعن وما شابه ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام وغاثنا بك. حي الله سماحة الشيخ وليد البهدلي. صل على محمد وآل محمد. الله يحفظك. اللهم صل على محمد وآل. حياك سيدنا شلونكم؟ والله السيد بخير. استفسار إن تسمحون لنا. يا الله يحفظك. الله يجزاك. وجدت في القرآن قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فهل يوجد آية يا علي إنا جعلناك خليفة في الأرض؟ انت شو هسه تعرفني لو هيك؟ حقيقة طبعا معروف واحنا أصدقاء على صفحة الفيسبوك. هل يوجد آية في القرآن يعني حول الأئمة الاثني عشر؟ أنا موالي من مصر وأحببت أستفيد منك وصديقك على صفحة الفيسبوك. خوش حياك الله. أنا بقى أريد الآن آية من القرآن الكريم، كما أن الله ذكر داود في القرآن، فهل يوجد آية على الإمام علي واضحة في القرآن أن الله جعله خليفة؟ أنا صورتك ما واضحة عندي. مش مهم، بعد كده هبعت لك صورتي وصور أبنائي ومتجوز قد إيه وباخد كام في الشهر الحاجة. إن شاء الله هنبقى نتعرف نتقرب من بعض أكثر. وأنت جايب لي عروسة يا سماحة الشيخ. أنا بسألك الله سبحانه وتعالى يقول صوتك جاي مو واضح. والله صوتي واضح خالص أهو. الله يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فهل يوجد آية في القرآن الكريم يا علي إنا جعلناك خليفة في الأرض؟ أليس من باب أولى كان المفروض الإمام علي سلام الله عليه، لأنه ولايته ركن من سيدنا حياك الله. صلى على ليش ما تراجع هذا الكتاب النص والاجتهاد أحسن؟ كتابة؟ لا كتابك وكتاب شرف الدين السيد شرف الدين. كتاب المراجعات؟ كتب شرف الدين مو أحسن لك من ما تسألني؟ عبد الحسين شرف الدين كتاب المراجعات ولا تقصد كتاب من؟ مو بس المراجعات. لا هو اكو كتاب للنص والاجتهاد. هو اسمه عبد الحسين شرف الدين صح؟
اي سيد عبد الحسين شرف الدين. طيب هو ينفع ان انا اسمي نفسي عبد الحسين؟ هو احنا عبيد لله صح؟ حسب كيفك يعني، بكيفك اي عبد الحسين ايش ما تاثر، هاي ما تاثر. طب ما معنى عبد الحسين؟ انت هسه صورتك شو حياك الله. صورتك صل على سيد محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل. أي ما معنى بقى عبد الحسين؟ أجبني يا سماحة الشيخ، الله يهدينا وإياه، أجبني. مش احنا المفروض عبيد لله؟ ليش هذا الكتاب ما تراجع أحسن؟ هقرأه بس أجبني، المفروض أكون عبد لله ولا عبد للحسين؟ أنا ما راح أجاوبك، لا ما راح أحكي لك يعني. الله، ما راح أحكي لك أي شيء يعني. طيب سماحة الشيخ أحسن أفضل أوديك المصادر أنت. والله يا شيخ أنا، طب افرض أنا من مصر أصلا يا شيخ، وموالي وحاطط صورة السيد، أنا موالي يا سماحة الشيخ وليد البهادلي، فأنت المفروض تاخد بيدي تبشرني. أنا شيخ وليد مو وليد، شيخ وليد. أنت الشيخ وليد، أنا آسف، أنا قلت الشيخ وليد، أنا آسف، أنا عارف، أنا يعني لما قلت لكمش شيخ، لا ما أنا لما قلت لكمش شيخ أو سيد دي مصيبة، لازم أقول الشيخ وليد. لكن احنا أنا طب ممكن يا سماحة الشيخ نجيد المعاملات أحسن، نجيد المعاملة الصحيحة يعني. طب ممكن يا سماحة الشيخ وليد تبين لي من القرآن الكريم تنصيب الأئمة ل12؟ أقول لك سيد. نعم سيد. قول. انت ليش ما تراجع هاي الكتب؟ ما انا مش هراجع بقى، انا عايز اسمع منك انت اديني الخلاصه. انا لو واحد عايز يخش الاسلام الان مثلا غير مسلم ويريد يخش الاسلام، يقول لي علمني الوضوء، اقول له روح راجع كتاب فلان وفلان علمني الصلاه، اقول له لا راجع الموسوعه الفلانيه في الصلاه، لا انت علمني. انا اريد الامامه هذه وما نودي بمثل ما نودي بالامامه، اريد الامامه هذه من القران يا شيخ وليد. ممكن؟ يلا يا شيخ وليد، يلا آية من القرآن. اسمعني سيد. حياك الله، تفضل السيد بخير. سيد رحمة لوالديك، انت ليش ما تراجع هاي المصادر؟ ان شاء الله نراجع، بس انت علمني يعني انت تحب مو بس المراجعات، كتاب النص والاجتهاد، المراجعات، الفصول المهمة. تحب اشتكيك للامام المهدي، لان انا الان جئت اليك وانت الشيخ، وقلت لي انا ما اسميش وليد، اسمي الشيخ وليد، اقول له جيت للشيخ وليد البهادلي ورفض اني يعلمني. ما اعرفه بالتليفون، ما صح هيك يا شيخ. ما هو يعني لازم اجي لك وجه الوجه، ما هو بالتليفون اهو. لا ما اقدر احكي لك، ما اقدر يعني. يا شيخ ليه ما تقدرش تحكي يا شيخ وليد؟ يا شيخ وليد عيب يا شيخ وليد، يا شيخ وليد عرفني الدين يا شيخ وليد، فين في القرآن الإمامة؟ طب أنا عندي دليل على إمامة أبو بكر في القرآن. شنو دليلك؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كان الإمام أبو بكر راكع في الصلاة وكان لابس خاتم، فبعدين جه بعد ذلك قام قلع الخاتم وخدوا واحد بيتصدق. يعني هاي نازلة بأبو بكر الصديق؟ هم قالوا في مصر يا شيخ. امال نازلة في مين يا شيخ؟ لا انت على معرفتك، هي نازلة وين نازلة؟ مش الامام ابو بكر كان راكع في صلاته وواحد جه وقام سأل صدقه، فالامام ابو بكر قام اعطى له الخطب. يا مصدر هاي ناقلها، يا مصدر. مش دي موجوده في بحار الانوار لمحمد بكر المجلسي؟ يعني هاي نازله بابو بكر، يعني مو بامير المؤمنين؟ ايوه بامير المؤمنين. شقلب لي الصوره بقى كده، تعالى كده يا سماحه الشيخ، معلش انت دلوقتي قلت نازله بامير المؤمنين، يعني عندك وقت. انا عايز انا وانت الان نتحاور في ايه الولايه. عندي 35 سؤال في ايه الولايه. نعم اقول لك انا شويه، اقول لك رحمه لوالديك، حياك، خليها غير وقت. يا لا ما انا جبت لك يا سماحه الشيخ علشان نتحاور في هذه الايه. يعني انا في دماغي ان احنا نتحاور في هذه الايه سماحه الشيخ، نتحاور في هذه الايه. يعني انت قلت انا قلت لك ان ابو بكر عشان نتحاور انا وانت في الايه ونشوف. يعني انا صراحه كنت يعني شكل ما هي هاي ما قاعده يعني. اقول لك سيد، هسه حتى اذا تختنق او يجوا. طب الراجل اللي تصدق بالامام علي سلام الله عليه كان مسلم ولا كافر؟ صدق عليه؟ للامام علي تصدق عليه في الصلاه اللي انت بتقول عنها. ايه كان مسلم نعم. اقول لك يا سيدنا، انت هسه صورتك شنك يا عم انت مالك ومال صورتي؟ هو انت جايب لي عروسه يا شيخ وليد؟ مالكش دعوه بصورتي، الله يهدينا واياك ويصلح حالي وحالك يا رب. انا عايزك تتكلم دلوقتي، مالكش دعوه بصورتي، انا عايزك تتكلم دلوقتي عن اثبات هذه الامامه. محمد بن يعقوب الكليني بيقول لنا ان اركان الاسلام 5 ومنها الولايه وحذفوا الشهادتين وما نودي بمثل ما نودي بالولايه.
ففين الولاية هذه يا سماحة الشيخ؟ أجدها أين؟ أجد هذه الولاية أين؟ أقول لك سيد، أكو آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قوم ابن كثير هاد. ذكرها في تفسير ابن كثير، وكان رواية منكرة، وأيضا الرواية دي إن ألزمناكم بها فهي طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي منذر وعلي الهادي. إن شاء الله كلها أقول لك من هاد إن شاء هذه الله كلها الأمة؟ إحنا إخوان إحنا. طب من هذه إحنا هذه الأمة؟ إخوان. من هذه الأمة؟ شفت يا سماحة الشيخ كل الآيات اللي بتستدلوا بها، إنا أعطيناك الكوثر فاطمة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد علي بن أبي طالب، فلان وفلان، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي علي بن أبي طالب. كل آية كده، مفيش آية واضحة بينة يا سماحة الشيخ وليد إن بين هكذا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض محمد هذا رسول الأسلوب الله. يسمونه، هذا الأسلوب يسمونه أسلوب كناية. خاص بأسلوب عام. أسلوب خاص وأسلوب عام. الله يا ما برضه ما انا ممكن اجي واعمل معاك كده. طب ما انا ممكن اقول لك انما انت منذر ولكل قوم هاد، اي في عمر بن الخطاب. ايه رايك؟ ما انا ممكن اقول لك كده. أقول لك سيدنا خلي غير وقت إن شاء الله. والله يا شيخ وليد، غير وقت. والله يا شيخ وليد انا اتمنى لك النجاة واتمنى لك الجنة. فكر يا شيخ وليد، فالحياة واحدة والعمر واحد. الجنة أقول لك سيد قول. هي الله بيش ابتلانا بالنفس. هاي النفس عدوة ويجب مجاهدتها. والله هو ابتلانا بالمراجع، والله يا شيخ وليد اقسم بالله والله ابتلانا بالمراجع. انت من مصر؟ اقول لك سيد انت من مصر؟ هو احنا بعد هنتعرف بعدين، يعني انت عندك وقت تتعرف وعمر قد ايه ومن انت اسمك سيد حيدر الموسوي. انا صورتي اهو يا شيخ وليد، انا فتحت لك الكاميرا يا شيخ وليد، تراني الان؟ تراني الان؟ فتحت لك الكاميرا، تراني الان يا شيخ وليد؟ يلا الله حياك الله. تراني الان؟ معلش انا بحب قبل ما انام البس البدله، يعني احنا في المساء معلش. جالسة افندي معلش بلبس افندي بلبس البدله. بس بص الافندي ده عنده ايه؟ صورة واحد سيد محمد. بص الافندي عنده الكتب اهي يا شيخ وليد. بص يا شيخ وليد الواد حاطط لي الكشاف فين الله يهديه. بص يا شيخ وليد كتاب مرآة العقول اهو، ده مرآة العقول اهو، اللي صحح كتاب الكافي، ده موسوعة الغدير اللي انت بتقول لي اقرا، قرأت يا شيخ وليد، ده تفسير البرهان، محاضرات في الفقه الجعفري، مناقب آل أبي طالب، تفسير الشريف الراضي، ده الكتاب الأمثل في تفسير كلام الله المنزل، مجمع البيان، التيسير في تفسير القرآن، الكتب الأربعة وتفسيرها، ده بحار الأنوار يا شيخ وليد اهو بحار الأنوار اهو، بحار الأنوار اهو. فين ألقى هذه الأشياء يا شيخ وليد؟ وقعت الكشاف وبوظت الليلة انت خالد يا شيخ وليد. ايوه يا شيخ وليد، فانا عندي الكتب، اقرا وين يا شيخ وليد؟ اقرا وين؟ حياك الله يا شيخ وليد، سلام عليكم. تراني؟ السلام هلا بيك. حياك الله افندي. انا شلونك؟ احكي لك شلونك صحتك؟ انا الصحه بخير، السيد بخير، صلي على محمد وآل محمد. ايش عجب حال صورتك تختلف هسه. يعني عندك وقت اهو نتكلم بقى، تعال بقى نتكلم في الايه اللي انت قلت لي عليها، انما انت منذر ولكل قوم هاد. من هاد هذه الامه يا شيخ وليد؟ انت فين؟ انت ما طلعتش لي بالكاميرا، يعني انت شفتني وانا ما شفتكش، ممكن توريني نفسك؟ انا ما اتمنى ادخل في هيك مواضيع. ليه يا شيخ؟ هو احنا بنتكلم في زواج متعه ومؤقت؟ احنا بنتكلم في ايات قرانيه اهو. تسمعني يا شيخ وليد؟ ما اتمنى احكي في هيك مواضيع، ما ارغب بيها. طيب انا يا شيخ وليد كما انا اريتك الان الكتب يا شيخ وليد، فاعلم اني اتمنى لك الخير، وانا ما اريده منك ان تتمسك بهذا الكتاب. تعرف يا شيخ وليد هذا الكتاب؟ تعرف هذا الكتاب؟ شو اسمه الكتاب؟ اهو. شو اسمه؟ اهو تعرفه؟ هذا الكتاب نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب يا شيخ وليد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الكتاب يا شيخ وليد نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب يا شيخ وليد مخالف لكل عقائد الشيعة، مخالفة لما في هذا الكتاب، كل عقائد الشيعة. فما رأيك؟ مثل ايش؟ مثل الإمامة والرجعة والتقية والعصمة والبداء،
مثل ولاية الفقيه اللي انتوا اخترعتوها، ولا شورى الفقهاء اللي انتوا اخترعتوها، ولا المدرسة التفكيكية اللي المهدي الأصفهاني أسسها وعليها السيستاني الآن، كل هذه المدارس، ولا المدرسة الشيرازية اللي قالت بشورى الفقهاء وكفرت، ولا العرفانية اللي تتبناها ولاية الفقيه الآن. انت من حوزة كم ولا حوزة النجف يا شيخ وليد؟ درست في حوزة كم ولا حوزة النجف؟ حاور افندينا يا شيخ وليد، انت بتقول ان انا افندينا، انت من حوزة ما تختلف؟ لا نفس الشيء. نفس الشيء. طب لو بينت لك الان ان في حوزة كم في الاسلام ما له حكومة؟ لا لو لك يا سيد، نعم الاسلام ما له حكم، اسلام ما يحكم. لا انا بكلمك في نقطة تانية. لو انا اثبتت لك دلوقتي يا شيخ وليد ان في المدرسة العرفانية عجب تشمئز من ولاية الفقيه. اسمعني، ما انا هقول لك اهو ولايه يبقى انت من المدرسه العرفانيه، يبقى انت من ولايه الفقيه. طب لماذا لا تقول شورى الفقهاء؟ مش الامام قال فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ولم يقل الى راوي حديثنا؟ لماذا لم تاخذ بشورى الفقهاء؟ سلام عليكم. اقول لك شيء، حياك كل شيء. قول لي السيد رامي، انا اسمي السيد رامي. اتفضل. شو اسمك سيد؟ كانت كاتب سيد حيدر. والدلع رامي. المهم انا بس دلوقتي اللي انا عايز افهمه من حضرتك، مش الامام قال فارجعوا فيها الى رواة حديثنا؟ ليه جعلتها راوي حديثنا؟ هي رواة حديثنا يا هم. على فكره بالمناسبه الروايه انت تعرف الخوئي تكلم فيها، والروايه اصلا ضعيفه، واللي رواها عن المهدي يعني المهدي طلع قال لهم الروايه دي بس بعد السفراء الاربعه، بس انا بتنزل معك لصحتها يعني، لان الاخباريه يا شيخ ادله الاخباريه اقوى منكم في موضوع التقليد يا شيخ وليد. لا الإخبارية ما يتم تقليد. لا معاهم أدلة يا شيخ وليد. الإخبارية عندهم أدلة في نفي التقليد، وقالوا نحن نرجع إلى القرآن والعترة، كتب العترة الخلفي والقرآن. أنتوا دخلتم علم الأصول، عندك دليل على تدخيل علم الأصول؟ عندك دليل على تدخيل علم الحديث يا شيخ وليد؟ لو قلت لك أني إخباري الآن تصدقني؟ اسمعني شيخ وليد، صلى على محمد وآل محمد. صلى. يعني سمعنا هو يا شيخ وليد، لو قلت لك ان انا اخباري الان تصدقني يا شيخ وليد؟ ما معاشرك انا حتى اذا مش مهم تعاشرني، هتعرفني من كلامي يا شيخ وليد، مش مهم تعاشرني. رد علي يا شيخ وليد، رد علي. ما يعني المواضيع خلي الامام المهدي كان اخباري ولا اصولي؟ تضحك ليه يا شيخ وليد؟ ايش سؤال هذا؟ سؤال زعل حضرتك، انا اسف. ده يا شيخ وليد شنو الفرق بين الاخبار والاصولي؟ هسه انت شنو بين الاخبار والاصولي؟ طيب قبل ما اقول لك الفرق، بص يا شيخ وليد، ده كتابي ان شاء الله نازل قريبا، اسمه اسئله حيرت علماء الشيعه في الامامه، ان شاء الله باذن الله نازل قريبا في حوالي 120 سؤال، وده اخر كتاب اصدارات الكتاب، وده اخر كتاب من اصداراتنا اسمه فصل الخطاب في درء الشبهات عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب. الاصوليه يا شيخ وليد عشان ان شاء الله تقراهم وهتلاقيهم موجودين على النت ان شاء الله. الاصوليه الواد حط لي الكشاف ورايا يا شيخ وليد، كل ما اقوم اخبط في الكشاف اوقعه، اعمل فيه ايه الواد زياد ده؟ يعني انت بص يا شيخ وليد، الاخباريه بيقولوا ايه يا شيخ وليد؟ الكتاب كان هنا، الاخباريه كنت هجيب لك كتاب اقراه لك. فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، منك لله يا زياد. اهو يا شيخ وليد، بص يا شيخ وليد، بص ده كتاب فصل الخطاب في درء الشبهات عن امير استغفر الله، فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب للزنديق النور الطبرسي. تعرفه يا شيخ وليد؟ بص الكتاب قد ايه؟ اتطبع خلاص الايام دي. عارف نعم اقول لك يا سيد، حياك الله. انت شو اسمك؟ يعني بيقولوا لي ساعات السيد حيدر، يعني اللي بتصل عليه بيقولوا لي السيد حيدر، لكن في الحقيقه اسمي رامي. المهم او ابو فاطمه. فانا بس انا عايز ابين لك نقطه، الكتاب ده شيخ مرخصتك شيخ، حياك الله. دقيقه واحده شيخ. اتفضل شيخ. اتفضل. انت اسمك شو اسمك قلت؟ انا اسمي ايه؟ اسمي رامي عيسى. رامي. نعم حياك الله. انا عندي خطار اريد اروح له. خطار يعني ضيوف؟ اي خطار. اي خطاب يعني حد جاي يخطبك؟ اي عبالي ماشي عندك واتصلت فيك ارجو المعذره. لا طب استنى بس هبين لك الفرق ما بين الاصوليه والاخباريه. انت طلبت مني الفرق ما بين الاصوليه والاخباريه، اقول لك الاصوليه بيعتقدوا بايه والاخباريه بيعتقدوا بايه. خليك معايا وانا هبين لك كل حاجه ان شاء الله. الاصوليه يا شيخ بيعتقدوا، انا
اقول لك رامي. نعم شيخ. حياك الله. شيخ رحم والديك. حياك رحم الله. والديك. انا عندي خطار اريد احضر روح، اريد اروح. خطاب يعني حد جاي يخطب ولا خطاب خطار ضيوف؟ ضيوف احنا نسميهم خطار. طب بالله عليك تعرفنا عليهم يا شيخ وليد، والله العظيم نفسي ادعوهم، عرفنا عليهم بالله عليك، ربنا يبارك لك في عيالك. لا ما اعرفك عليهم. لا ليه يا شيخ وليد؟ الله يبارك لك في عيالك، عرفنا عليهم ان احنا نقعد مع بعض اتكلم معاهم انا وهم. اريد اروح. ايش؟ عشان انا اترخص. طيب يا شيخ، اسال الله ان يهديك. بالله عليك يا شيخ وليد، بالله عليك، اقسمت عليك بالله ان تحكم القران الكريم على عقائد الشيعه، وبالله عليك ما تعمل لي حظر، اما الضيوف يمشوا نسهر مع بعض انا وانت. ماشي يا شيخ وليد؟ مثلي ايش؟ يعني يا شيخ وليد انا اقول الله سبحانه وتعالى اكمل لنا الدين والدين كامل، فما يجي دلوقتي يا شيخ وليد واحد يقول لك لا الدين ناقص ولا بد من 12 امام يكملوا الدين. طب يا عم القران الصحيح فين؟ الزنديق النور الطبرسي يقول لك الامام المهدي اخذوا معه وهيخرج به في اخر الزمان. القرآن الصحيح فين؟ الإخبارية بيعتقدوا بتحريف القرآن. أنا أعرف إن أنت لا تقول بتحريف القرآن، بس الكتب اللي بتاخد منها دينك بتقول بتحريف القرآن. محمد بن يعقوب الكليني الفيض الكشاني في تفسير الصافي يا شيخ وليد، بص يا شيخ وليد تفسير الصافي ده أهو، تفسير الصافي ده يا شيخ وليد بيقول إن الفيض أهو، بص يا شيخ وليد، وعشان ما تقولش إن أنا بضحك عليك بس بجيب الكلام من عندك، تفسير الصافي ده يا شيخ وليد لفيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفه استاذ عصره ووحيد دهره المولى محسن الملقب بالفيض الكشاني. الفيض الكشاني ده يا شيخ وليد ده هو بيقول وكان شيخنا محمد بن يعقوب الكليني قدس سره يعتقد بوجود الزياده والنقيصه في القران الكريم. فانت دلوقتي بتاخد دينك من محمد بن يعقوب الكليني، وافضل كتاب عندك يا شيخ وليد كتاب محمد بن يعقوب الكليني. تلميذه الفيض الكشاني بيستشهد عليه بان القران محرف، انه كان بيعتقد بذلك. فانا لا اتيك بروايات، فانت الان يا شيخ وليد يلا قول ان القران محرف يلا عشان نعرف انت بتعتقد بايه. اتفضل. لا القران مو محرف. طب ليه بتاخد دينك بقى؟ ليه خدت الامامه ممن نقلوا لك هذه الروايات؟ نعمة الله الجزائريه بيقول في الانوار النعمانيه، بص يا شيخ وليد علشان ما تقولش ان انا برضو بجيب الكلام من عندي. نعمة الله الجزائري في الانوار النعمانيه ده، في كتاب الانوار النعمانيه يقول ان تسليم تواتره عن الوحي الالهي وكون الكل قد نزل به الروح الامين يفضي الى طرح الاخبار المستفيده بل المتواتره على وقوع التحريف في القران ماده واعرابا وما شابه ذلك. فبيعتقد نعمة الله الجزائريه في الانوار النعمانيه بوجود التحريف في كتاب الله تبارك وتعالى. انا ما بنقلكش روايات يا شيخ وليد قبل ما تمشي، انا بنقل لك اقوال علمائك اللي انت خدت منهم دينك الان. فليه قبلت منهم الامامه ولم تقبل منهم القول بتحريف القران يا شيخ وليد؟ اتفضل اتفضل اسمعك شيخ وليد. حياك الله يا شيخ وليد، طلع كاميرا. حياك الله يا شيخ وليد، صل على محمد وآل محمد. تراني الآن؟ وقفت الكاميرا ليه يا شيخ وليد؟ مش حياك الله يا شيخ وليد. تسمعني يا شيخ وليد؟ ايش؟ شيخ نعم شيخ حياك الله. اترخص انا صاحوا علي، اترخص. ماشي يا من لا. طب ليه يا شيخ يا من لا صاحوا علي. انت زعلت ليه؟ صاحوا علي وجاهك صاحوا علي. صحوا عليك. رحم طيب. الوالدين. طب بالله عليك تحكم القرآن الكريم يا شيخ وليد، ماشي؟ بالله عليك تحكم ان شاء القرآن الله ان شاء الله اخابرك يا رب يا شيخ وليد، تخابرني فعلا يا رب يا رب. اخابرك ان شاء الله اخابرك ان شاء الله يا شيخ وليد باذن الله. شكرا لك يا شيخ. ان شاء الله اخابرك ان شاء الله اخابرك ان شاء الله باذن الله. خوش حياك الله. مشكور شكرا لي. سلام عليكم. سلام عليكم. مشكور.